والخبر الأول اللي عدنا عن محمد الجواني وبيسان إسماعيل. فبعد ما جواني نزل هذا المقطع اللي كشف به الحقيقة الكاملة عن بيسان، طبعا الإثباتات اللي حطها بهذا المقطع فهي مؤكدة 100%. ليش دا أقول هذا الكلام وليش متأكد؟ فأول شيء محمد الجواني بهذا المقطع لما حط الإثباتات ما حط مجرد سكرينات شوت مو أكثر، لأنه لو حط مجرد سكرينات فيب أقول لك ممكن تكون مفبركة ولكن بالمقطع الفضيحة اللي نزلته أنا بقناتي تقدرون تروحون تشوفوه تتأكدون إنه الستوريات اللي حطها جواني كان بيها تاريخ مؤكد اللي هي من عام 2019، وبنفس الوقت محادثة أو الصوت بيسان موجودة بهذه المحادثة. فيعني طبعا أكيد مو جواني قاعد يخطط هذا الموضوع من عام 2019، لأن في ذاك الوقت أساسا كانوا أصحاب. فهذا الستوري يثبت 100% انه كلام الجواني اللي حطه والاثباتات هي مؤكده 100%، تقدرون تروحون تشوفوها بهذا المقطع. والشيء الثاني اللي يثبت واللي هو نفس هذا المقطع نفسه، فبهذا المقطع اللي يتذكر يومها قلت شغله بنهايه المقطع، واللي هو انه بيسان نزلت على حسابها بالانستغرام وقتها هذا الستوري اللي تقول بيه احلى شيء عملته بحياتك وفرت عليه اشرح للناس قد ايه انت نذل، وقلت لكم انه حذفته ورا 5 دقائق ولا 10 دقائق تقريبا. وطبعا بيسان تثبت بهذا الستوري انه الموضوع حقيقي وان المحادثات حقيقيه على حسب كلامها. وقتها قلت لكم اتوقع انه حذفته لانه ممكن تريد تنكر الموضوع، والصراحه هذا الشيء صار صدق، لان بيسان طلعت على حسابها بالانستغرام ونزلت ستوريات وردت بيها مرتين على جواني. بالنسبه للرد الاول فهو كان بين الشايب وبيسان، ولكن نوعا ما كان بطريقه غير مباشره. شلون يعني؟ فنزلوا هذا الستوري واللي هو كان تصور بامها وقاعده تغني لها، يعني نقدر نقول انه هو رد على هذا المقطع انه هي تحب امها ومن هالكلام، فحطت هذا الستوري وقتها انس الشايب حكى كم كلمه هم، فراح احط لكم الستوري هذا شوفوا. وراء كل نجاح عظيمه فهمتي الكلام؟ كفو عميد هاي كيفك؟ هل تتوقعون انه بيسان مجبور على هذا الستوري او لا؟ اكتبوا لنا شو اراكم بالكومنتات. بالنسبه للرد الثاني اللي نزل فهو من بيسان واميره لما نزلوا هذا الستوري اللي استخروا به من محمد جواني، يقولون ان المحادثات اللي حطها هي كذبيه، وانه هواي من الاشخاص صارين انه يسوون محادثات كذبيه عليهم، فسووا سكتش بسيط نقدر نقول احط لكم اياه ايضا شوفوا. نحن لسه ما نمنا، انتوا صحيتوا ولا نمتوا ولا ما نمتوا؟ تعالوا نشوف بيسان شو عم تعمل. هاي بيسو. لا لحظة شوفي هاي الستوري مفبركة ولا من تاريخ قديم ولا جديدة؟ شو مشان؟ مشان نعرف لأنه صارت موضة ما شاء الله هالأيام شو هي تتفبرك محادثات قديمة وستوريات، فبليز لا تصوريني بليز، لأنه صار حكي علي هلا بمصاري. شو عم تحكي؟ حبايبي كيفكن؟ ليك صوتي رايح. ليك هلا مصورة. هلا الحمد لله إذا هلا تازاي اوكي ستوري تازا. خلصنا حاليا من الرد الاول والرد الثاني، ولكن نزل الرد الثالث، ولكن هذه المره من ام بيسان شخصيا. شكله جواني ما كذب من قاعد يردون علي 1000 رد من وراء هذا المقطع. المهم راح احط لكم هذه الستوريات وراح اشرح لكم هواي من عدها، لكن جهزوا نفسكم لان كلش طويله، فيب شوفوا حاليا الستوريات. صباح الخير يا جماعه، لا تاخذوني انا صوتي مفتوح على طول لانه معي غده وبتضغط على الاحبال الصوتيه. بس اليوم انا بطلع معكم اول مره بتشوفوني، بس لانه صراحه اكتشفت اكتشاف كتير خطير حبيت اخبركم اياه، انه في ناس تحب بنتي اكثر مني، تخاف على مستقبلها اكثر مني. حسيت قديش انا انانيه، خلص قررت اهديكم اياها، لانه انتم بتخافوا عليها اكثر مني وتحبوها اكثر مني وربيتوها وتعبتوا فيها وكل شيء. فلهيك انا قررت اتخلى عن بيسان او اهديكم اياها. وكمان شغله، ما بعتب على البغل اللي عمره 26 سنه ولد، لانه حاطط عقله بعقل بنت عمرها 17 سنه وناشر لها محادثه كان عمرها 15 سنه وجايب. بدي اسالك سؤال، والله انك معلم، المحادثات اللي ناشرهم هدول بتواريخ قديمه كيف خلطهم هالخلطه؟ يعني شلون قدرت تجيب هيك محادثه وتالف لها قصه، محادث ثاني وتالف لها قصه ثانيه، محادث ثالث وتالف لها قصه؟ والله برافو عليك العمى. قديش كفو، والله بشرفي. بس حضرت الفيديو تبعك حسيت قديش انا مو منيحه. واو عن جد والله انك مخرج سينمائي، والله لازم الواحد يتعلم من خبرتك ولدنة الحرام. بس ليك طلع. طب القصص مو هيك، واذا نشرنا المحادثات كاملين بين شو القصص يا زلمه. رايح عم تقلي مايو وما مايو وكذا، وهي القصه مو هيك، هي القصه مو هذا الفيديو معلم، مشان ذكرك اذا نسيان. لك لا، القصه تبع الفيديو تبع ميمو
يلي ما كنت ترضى بيسان تصور معه، اجت انا خليتها تصور غصب عنها لانك بتغار علي. طبعا بالنسبه للاشخاص اللي ما فهموا هو من تقصد بميمي او مومو، فهو يقصدون مرسال او تقصد هي مرسال. فبهذاك الوقت كان مشكله بينه وبين جواني، فما اتوقع انه كان يقبل انه تصور وياه بيسان. فهي تقول انه المقطع اللي كان رافض انه جواني ينزله هو مقطع مال مرسال او مقطع بين مرسال وهي، مو مقطع المايو. ايه يعني بدك تتحكم فيها، يعني قاعد لي بتركيا وقلع هناك، ومن هنيك بتقول لها صوري مع فلان ولا تصوري مع علان. كنت شو دخلك فيها يا اخي؟ خليها تصور يعني. ولا هذيك المره انت يوم كنت عنك خليتها تصور مع ميمو، هلا صرت تغار. يلا خير ان شاء الله. على كل انا الخلطه عجبتني. هلا بشوف لي انا شو عنا محادثات بعمل لك خلطه اختها، والله لا ترضى غير تعلمت منك. عرفت كيف؟ وليك سلم لي على الحج كثير. لك كان دق لي كل جمعه توصيني فيك، ديري بالك على ابني، ديري بالك على ابني، ولو بعيوني غسيلاته واكلاته وكل شيء بعيوني. لك انا بسخى فيك لك ابو الجوج، انا بسخى تنام بفندق لك ابو الجوج، بنيمك ببيتنا وبقلبنا وبعيوننا. خلص ولا يهمك. ليك بس الحجه بتوصيني فيك، بس نسيت الحجه، نسيت شغله عطول توصيني عليك، بس نسيت توصيك انت لك معلم، نسيت توصيك تقول لك ذكرك انك مسلم. يعني تعلم شوي من اخلاق الاسلام، تعلم شوي من اخلاق النبي. والله شفتك هذيك اليوم عم تبكي على النبي، قطعت لي قلبي. يعني بتعرف ليش قطعت لي قلبي؟ كانك انت عم تشوه سمعته، انت وامثالك فرنسا وهون عم تشوه سمعه سيدنا محمد وسمعه النبي وسمعه الاسلام، لانكم مو ماشيين على اخلاق الاسلام. اخي قولوا يعني تعلموا من اخلاق النبي وطبقوها وشوفوا شلون كل العالم رح تحبكم. هذا انت اول واحد يا زلمه. يلا ما علينا، المهم انك مسلم اخي، اخلاق بالاخلاق، المهم مسلم. وامك الحجه المسلمه رضيانه، وابوك الحج المسلم كمان رضى. صفقك كف هذيك اليوم لانك جوزت بدون علمه. يا لطيف شو بهدل البنت اللي معك. نحن المهم صفقك هذاك الكف على الهواء مباشره. يا لطيف تعرف شو؟ ما له حق. تعنيف الحيوانات، قصدي تعنيف الأطفال. يعني صحيح هو أبوك وبمونة كسر راسك، بس عيب يضربك أخي. حرام أنت، والله حرام يا أبو محمد. لا بقى تضربه، الله يخليك. يعني شفقت عليه، أنا بحبه أكتر منك. لا بقى تضربه، لا حرام اخطي. عرفت كيف؟ بعدين إذا تتجوز يعني ضروري تضربه لابنك؟ يا الله كيف بيربوا اولادهم بالضرب. هي تقصد هذا المقطع بالتحديد، وتحديدا اللقطه لما ابو جواني يضرب جواني كف. هي تقول له انه انت ايضا ابوك يضربك، مو بس انت تقول علي انه انا اضرب بنتي. ولكن صراحه احس انه هذه النقطه كويس ضعيفه. يعني شوفوا التوريات غلط اخي، وحيه مو شرط هالضرب. يلا خير ان شاء الله. على كل الاحوال يمكن لك لانه هدول جماعه الشركه ضربوا البنت، فشو راحوا صاروا يقولوا اما بتضربها وامها بتضربها. يا اخي يعني اما بتضربها بتكسر لها راسها، بس انتوا ليش تضربوها؟ قصدي مو شركه، هاي قناه اليوتيوب مفكره حالها قناه اليوتيوب يا جماعه. اللي مفكره حالها شركه. يعني شوي ان شاء الله بتصيروا شركه روتانا وبتفتحوا قناه على التلفزيون، بصير اسمكم شركه. ولا بيسان يعني مش بحدكم كل مصرياتكم. طبعا هنا تقصد شركة حيدر جيتارا، وهي شركة مال الأغاني. مال بيسان كان موقع وياها عقد. وتقصد طيبة لما نزلت بالرد مالتها وقالت إنه أم بيسان تضرب بيسان، فهي تقول إنه أنتم ضربتوها واتهمتوني إنه أنا ضربت بنتي. طبعا اللي ما شاف مقطع مال طيبة يشوفه بقناتي الثانية اسمها مملكة الرعب. تدفعوا عليها كل شيء، ومشان هيك ما عم تقدروا تفتحوا قناة يوتيوب. بنصحكم نصيحة، روحوا اشتكوا للقضاء، لأنه حدا بياخذ لكم حقكم مننا غير القضاء. والله يعني تضلوا هيك تحسفوا لها أغاني وتشلحوها أرباح الفيديوهات. ما بينفع، ما بتقدروا تاخذوا $100,000 تبعكم. روحوا على المحكمة. هنا أنا أيضا تقصد شركة حيدر جيتارا، وتقصد تحديدا بسحب الأرباح، بحيث إنه آخر أغنية البيسان انحذفت لأنه أساسا الأرباح مو إلها البيسان، الأرباح كلها رايحة شركة حيدر جيتارا، فبقوا لهم الأغنية على مود يستفادون. تقدروا تنزلوا على الوصف تتأكدوا من هذا الكلام، إنه حيدر جيتارا هي اللي مرخصة الأغنية، فالأرباح كلها تروح شركة حيدر جيتارا. طبعا هذا الشيء من حقهم لأنه أساسا الموقع وياها عقد ويا بيسان. يعني اشتكوا هي تاخذوا حقكم يا أخي. فكروا فيها إنه المحكمة بتجيب لكم حق.
حقكم. اما انه هاي فرطه من هون 500 من هون 300 من هون ما بتقدروا توفوا ال 100,000. خلص روحوا على المحكمه، اتكلوا على الله، احترموا حالكم وتصرفوا مثل الشركات الكبار اللي بتفهم. يلا روحوا على القضاء ان شاء الله بياخذ لكم حقكم مننا احنا الظلمه. يلا منيح، بلكي بتحصلوا مصرياتكم. والله لو اني بالاردن هلا رفعت قضيه، المشكله انه المحكمه ما بتصير غير بالاردن، كل ما وكلت محامي تعطوه قرشين. وبس والله إحنا وصلنا لنهاية المقطع. أدري المقطع كله بس خبر واحد، ولكن الصراحة أنا تفاجأت من لما الأم بيسان ردت، فاضطريت إني أحط لكم الرد كامل. المهم لنا وصلنا لنهاية المقطع. من المقطع عجبكم لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة. نشوفكم في الزين، مع السلامة.